بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو غادي يكون على الصحراء ديالنا، واللي إن شاء الله الرحمن الرحيم راها غادي نسمعوا شي خبار صار في هاد الأيامات فيما يخص الصحراء نتاعنا، بعد ما اكدت الولايات الامريكيه المتحده على الاستثمارات نتاعها في الصحراء المغربيه. وكذلك ديميستورا قال باللي المشكل نتاع هذا الصراع هو بين المغرب والجزائر، وبوليزاريو هو مشكل ثانوي فقط. يعني دي ميستورا حط النقاط على الحروف وقطع الشك باليقين باللي هذا المشكل هذا ماشي مع بوليزاريو كما كتدندن الجزائر وبعض الحلفاء نتاعها، انما المشكل بين الجزائر والمغرب، هما اللي خصهم يجلسوا على عند الطاولة تاع الحوار ويلقاو المشكل لهذا الصراع اللي دام 50 سنة. إذن السي بوريطة حفظه الله يعني على غرار الاجتماع نتاع الأمم المتحدة جلس مع واحد العدد نتاع المسؤولين نتاع الدول وخدا الآراء نتاعهم وخبرهم بأن المغرب راه يعني غادي في الطريق نتاعو نتاع البرنامج نتاع الحكم الذاتي، وما تماشي حاجه اكثر من هادشي. حتى هذاك الحكم الذاتي راه بزاف على البوليزاريو. اذا الولايات الامريكيه المتحده غاديه تستثمر في الصحراء، وديميستورا قال لهم ودي هذا المشكل هذا راه بين الجزائر وما بين المغرب، والبوليزاريو يلاه دوم يحطوها تما كي يلعبوا فيها يعني كيف بغاو، وهما كيصرفوا المليارات على شنو؟ على والو. واش نتوما دولة داخل دولة هذيك عندهم حتى هما التمثيلية نتاعهم في العالم. شكون اللي كيخلص الموظفين نتاعهم؟ الخزينة العامة نتاع الجيران، كذلك المسؤولين نتاعهم ولادهم فين كيقراو. وشكون اللي كيدفع الثمن؟ هو الشعب الجزائري الغلبان اللي راحنا كنسمعوا كل يوم شادين الطابوهرات، شادين الصفوف عند البحر باش يمشيو يحرقوا اوروبا. اذا كان الرئيس الاستخبارات نتاعهم حرق وفلفلوكا وهرب لاوروبا، فما بالك على الشعب العادي مسكين اللي راه قاسي تماكي الجوع وتمارا والقحط. هذو راه كي يوصلوه لنا الجزائريين الاحرار اللي كيقول لك ودي سائمنا من هذا الحكام المغطرسين، هذا الديكتاتوريين، وهذا هو الحال نتاعهم. جابوا خروباء هو اللي افتعل هذا السم في المنطقة، وخلاو المشكل نتاع الصحراء في الأولويات نتاع الخارجية نتاعهم. وهذه بشهادة عطاف الوزير الخارجية نتاعهم، قال لك ودي أنا كنت كاتب نتاع الدولة، لما جيت دخلت باش نكون كاتب عند الشادلي بن جديد، قال لك أول ملف عطاه لي في الخارجية قال لي هاك الملف نتاع الصحراء هو في الأولوية نتاعهم. جاء هذاك بنيامين زروال نفس المشكل، عطاه الملف. جاء بوتفليقة نفس المشكل. جاء عبد المجيد نفس المشكل. جاء هذاك الرئيس اللي كان مؤقت نفس المشكل. الأولوية نتاعهم كيقول لك احنا عندنا يعني المشكل ماشي مع المغرب، انما المشكل ما بين بوليزاريو والمغرب. هذه كذب. وعندنا المواقف، شتي هذاك الصحفي قال لهم ودي هذه المواقف نتاع الجزائر انا اكل عليها الدهر وشرب، خليونا من هذا الكذوب نتاعكم. وشدوها له في الحبس. قالها للرئيس، قالها لعبد المجيد، قال له ودي انت هذا الكذوب اللي كتكذب علينا نتاع المواقف كاش من المواقف. المغرب راه العالم يعترف بالصحراء نتاع المغربيه الصحراء، وانت كتقول لنا المواقف نتاع الجزائر. الجزائر ضخات تمك اموال يعيش فيها الجزائريون ملوك، ولكن
عطاتهم المرتزقة، وعطاتهم هذوك الانفصاليين خونة. أما المغاربة المحتجزين فهم مغاربة مرحبا بهم في كل وقت عند بلادهم. لو كان يخليوهم يعني حرية التنقل ما يبقى حتى شي واحد في تندوفت. فهمتني ولا؟ وإلا بغاو أخويا يعطيو لهم ديك الأرض ينتزلوا عليها، حنا غنزعوها، غادي نزعوهم في هذيك الأرض الصحراء الشرقية راه نتاعنا. حتى إلا بغاو هما يعطيوها لهم يكونوا فيها دولة لا. لأن حنا كنستناو غير نستاهلوا هذا المشكل اللي داروا لنا تما وخربوا الله يغفر فيه الحق، وراه خدا الحق نتاعو في الدنيا قبل الأخرى. وديك الساعة تلهاو مع الصحراء الشرقية. احنا ما غادي يا ودي الشبر نتاع الأرض نتاعنا حنا ما نتخلاوش عليها. السبتة ملي جاية مع الطريق حتى هي، حنا بلغنا الاسبانيول بأنه هذاك الشيء ديك المناورات وهذاك العسكر نتاعهم وذاك التخربيق اللي راهو يديروا في المدن والواحد وعشرين الجزيرة راه كلها غادي ترجع للمغرب إن شاء الله. احنا غاديين شوية بشوية. فهمتني ولا؟ الا كنتو نتوما 130 سنه وانتم كتجريو باش جاو حنا اللي جينا والاجداد نتاعنا والوالدين نتاعنا وعاوناكم باش استقليتوا، حنا غايجيو اللي غادي يساعدونا. حنا نتوما بغيتوا تطوقوا على المغرب، تحيدوا مشات موريتانيا وتزيدوا الصحراء تزيدوا تحيدوا له الصحراء نتاعو وتخليه هما ها البحر امامكم والعدو وراءكم. راه حنا ما غاديش نديروا بحال طريق بن زياد ونسمحوا ونزيدوا لقدام. لا لا، حنا باقي في بلادنا والحدود نتاعنا راها مع موريتانيا. مادام ان موريتانيا هي الجار نتاعنا، انا كنعترف بالحدود المغربيه الحقه اللي هي حتى الواد السنغال، وراه معروف الحدود نتاع المغرب الحقه. الدستور نتاعنا فيه الحدود الحقه وما فيهش حاجه اكثر من هادشي. وكذلك اغلب الدول العظمى كتعترف بمغربيه الصحراء. انتم راكم تضيعوا في الوقت نتاعكم، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.